المنتخب الأقرب. مين هو المنتخب الأقرب للفوز بكأس العالم؟ أول واحد معانا، ومش معنى إن أول واحد معانا يعني هو أفضل أو أقوى واحد في الترتيب، لا، إحنا بنقول المجموعة اللي مؤهلة إنها ممكن ياخد كأس العالم. أول واحد معانا هو الأرجنتين، وتاني واحد معانا وهو البرتغال، تالت واحد معانا فرنسا، رابع واحد معانا أسبانيا، خامس واحد معانا إنجلترا، وسادس واحد معانا هولندا. هل المغرب ممكن يبقى ليها دور مهم في كأس العالم اللي موجود او اللي هيتلعب اللي جاي ولا لا؟ ده اللي هنشوفه في كأس العالم. طيب بالنسبة بقى لبلدنا الحبيبة مصر، خلينا نكون واقعيين شوية وبلاش تاخدنا العواطف والمشاعر لحاجات تانية مختلفة. طبعا لا ده أداء ولا أسلوب ولا طريقة لعب ولا روح في الفريق واللعيبة تأهلنا إن احنا نعمل حاجة في كأس العالم. احنا اهم واقوى وافضل انجاز ممكن نعمله بالطريقه والموضوع اللي احنا شايفينه ده ان احنا نخرج ونصعد بعد دور المجموعات. ده هيبقى افضل انجاز عملناه. انما واحد يقول ان احنا نلعب دور 8 ونلعب دور الاربعة، الكلام ده هو مشاعر مش اكتر. انما على ارض الواقع والدنيا، احنا لو صعدنا من دور المجموعات فاحنا كده عملنا انجاز قاتل، انجاز خيالي. انما انا متاكد ان احنا هنخرج من دور المجموعات ومش هيبقى تمثيل مشرف ولا حاجه، هو هيبقى خلصنا دخلنا كاس العالم، خرجنا من دور المجموعات بترتيب ايا كان ترتيبنا بقى في عدد الفرق اللي خرجت. نحن الاسوا. كان طبعا كاس العالم اللي فات احنا خدنا رقم 49 اللي قبل الاخير على طول. المره دي مش عارفين هنحصل ايه، ولكن قول لنا رايك في التعليقات. انت متوقع مين يفوز بكاس العالم، ومتوقع مصر هتخرج من دور ايه؟